فاكرين جانيت بطلة فيلم حسن ومرقص اللي كانت بتحب محمد عادل إمام؟ طب لسه فاكرين إفهاتها ونظرات العريس محمد إمام ليها وتعبيرات الزعيم عادل إمام لما شافها لأول مرة وقال حلوة جانيت؟ الفنانة دي اسمها وفاء السيد، برغم من نجاحها الكبير ما جالهاش أدوار بعد الدور ده، وقعدت في البيت وابتعدت عن التمثيل، محدش كان بيكلمها خالص. مش بس كده، عريسها طفش منها. بعد الاختفاء الطويل ظهرت الفنانة وفاء السيد بعد 15 سنة من قعدها في بيتها، وقالت ان ما اعرفش بعد ما مثلت دورها مع الزعيم، قالت مش عارفه ايه اللي حصل لي، كنت بمثل مسرحيه اسمها روايح مع فيفي عبده، دخلت قلت لزمايلي الزعيم عادل امام كلمني وهشتغل فيلم معاه، ومن بعدها قعدت في البيت من 2008 لحد النهارده. بالرغم ان هي اشتغلت على نفسها جدا واختارت ملابس الشخصيه بنفسها، عملت تغييرات في وشها عشان تقدر تبسط جمهورها، وفعلا الجمهور اتعلق بشخصيتها لحد النهارده. وطبعا مش دي الازمه الوحيده اللي قابلتها، لان كتير من زملاء الوسط الفني كانوا بيحسدوها انها اشتغلت مع الزعيم عادل امام، وكانوا منافسين عليها. مش بس كده، بعد اداء دور جانيت اللي قدمتها في الفيلم بداوا يتريقوا عليها وعلى شخصيه جانيت. وكشفت الفنانه وفاء السيد في لقاء ليها ان زميلتها اللي واكله معاها عيش وملح قالت لها جايبالك دور فتاه ليل ولازم تلبسي قميص نوم، ولما رفضت قالت لها روحي اعملي عمليه تحويل وقلبي راجل احسن لك. وقتها حست وفاء إهانة كبيرة جدا، وكتمت حزنها في قلبها. في عز أحزانها والدتها أصيبت بجلطة في المخ بسبب زعلها على بنتها اللي كانت بتحبها دايما وتشوفها وهي بتمثل وتتباهى بيها قدام الجيران والقرايب. الموضوع أثر على والدتها، قعدت كام شهر ورحلت عن الدنيا. بعدها رحل ابن أختها. حست وفاء وقتها إن الدنيا اسودت قدام عينيها. وفاء كانت بتزعل إن في بعض من الجماهير كانوا بيتريقوا عليها في الشارع. لما الموضوع زاد عن حده كانت بتتضايق جدا. الجماهير كانوا بيقابلوها ويقولوا لها انت قمر، ما انت قمر اهو، امال في الافلام بتطلعي وحشه كده ازاي؟ وحصل ليها حاله اكتئاب وقعدت في البيت، ما بقتش تخرج الا للضروره. ظهرت وفاء السيد في افلام زي ميدو مشاكل والباشا تلميذ وغاوي حب واللمبي وخالتي فرنسا وعندليب الدقي وحسن ومرقص، ومسلسل موسى مع محمد رمضان دور مسعده، مسلسل نسل الاغراب دور حمديه، واخر دور قدمته في مسلسل نسل الاغراب في 2021. وفاء السيد موهبه كوميديه كبيره ظلموها المخرجين وابتعدت عن الفن بسبب والدتها. مسلسل نسل الأغراب أعادها للتمثيل والفن تاني. وفاء تخصصت في الكوميديا، ولكن حياتها بره الكاميرا مليانة معاناة وألم. تعرضت للتنمر. وفاء السيد من مواليد 15 إبريل في محافظة الإسكندرية، ودرست في جامعة اسكندرية. حصلت على ليسانس آداب قسم مسرح. تعينت في وزارة الثقافة في البيت الفني. كانت الممثلة الأولى على مستوى الجامعات. وفاء أحبت التمثيل من الطفولة، واشتركت في مسارح مختلفة بقصور الثقافة الموجودة في اسكندرية وفي القاهرة. كانت بدايتها من خلال الأعمال الدرامية والتراجيدية، من أشهرها في وقتها كانت مسلسل زيزينيا، وده قبل شهرتها من خلال أفلام زي دور بسنت في عندليب الدقي، صعيدي في الجامعة الأمريكية لما مثلت دور الفتاة اللعوب أو فتاة الليل. وبعدها قدمت مجموعة من الأعمال الفنية في التلفزيون والسينما والمسرح. مثلت دور سفاجة جنيدي بنت أخت فرنسا، بنت أخت عبلة كامل في فيلم خالتي فرنسا، ونجحت فيه. لحد الآن جمهور السوشيال ميديا استخدموا إفيهات كان ميكس. نجحت في شخصية بسنت في عندليب الدقي وسفاجة خالتي فرنسا، وجانيت في حسن ومرقص. الشخصيات اللي قدمتها في الأفلام دي تستخدم بوسترات والمقالات على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت وفاء السيد منتظرة بعد تقديمها لشخصية جانيت مع الفنان الزعيم عادل إمام في فيلم حسن ومرقص هي تستمر في هذه الانطلاقة، لكن حصل عكس توقعها. الأدوار اللي بقت تتقدم لها قليلة جدا، أدوار مبتذلة، أو إن هي تقوم بالدور بملابس خارجة، لدرجة إن في فنانة وقفت وقالت لها عايزة تمثلي زي ما الدور بيقول اعملي تحويل اقلبي راجل، كده مش فارقة. غير بقى التنمر اللي دايما كانت بتلاقيه من الجماهير واللي جوه اللوكيشن وبره اللوكيشن من المخرجين. بعد فيلم حسن ومرقص اتعرضت للحسد، قعدت مع والدتها 10 سنين بتراعيها بعد اصابتها بجلطه في المخ. الاعمال اللي بقت تقدمها كانت قليله جدا عشان ترضى وتقدر تراعي والدتها المريضه لحد ما والدتها توفت. وقررت وفاء ان هي ترجع للوسط الفني تاني. ده شيء كان في منتهى الصعوبه، لان في ممثلين كتير ظهروا، الممثلين اللي ظهروا معاها في نفس الوقت بقوا نجوم شباك. بعد كده بعد فتره كبيره اتعرض عليها دور مهم في مسلسل نسل الاغراب. من وقت ظهورها بقت ترند والجمهور بيسأل عنها وهي فين عن سبب غيابها. قدمت الفنانة وفاء السيد موهبة الجميلة أكتر من 75 عمل فني، منها موسى وسلسلة دم، مسلسل دهشة، وعايزة اتجوز، والجزء الرابع أسفل الجزء الأول من الدال، وكريمة ومسلسل السندريلا. وفاء السيد موهبة تستحق إن هي تظهر وسط نجوم الكوميديا. وطلع على الفنانة وفاء السيد إشاعة داخل الوسط الفني إن هي رافضة للجواز، والكلام ده مش حقيقي لأنها انخطبت مرتين. الفترة الأخيرة بقت تصلي وتصوم، وبتصوم اثنين وخميس. تقدم لها شخص وسألته أنت بتصلي؟ رد وقال لها لأ.
طلبت منه ان هو يعمل صلاة استخارة وراح ما رجعش تاني. ودي كانت اخر مرة تقدم لها عريس، وقعدت في بيتها 15 سنة، لكنها ما استسلمتش وقعدت على اليوتيوب قدمت اغنية نوتة شقية حكت فيها الظلم والتريقة اللي اتعرضت لهم اللي شافتهم في حياتها. قدمت حلقات باسمها شغل سيما بتشرح فيه للجمهور مصطلحات السينما. الفنانة وفاء السيد من مظالم الفن واصحاب الدور الثاني، هي زي قطعة السكر في كوباية الشاي او القهوة او حبة البهارات الجميلة اللي بتطعم الوجبة اللي بنتناولها، ولكن حظها قليل في الفن مع وجود موهبة جبارة في الكوميديا، ولكن وسائل الاعلام مش مسلطة عليها خالص زيها زي غيرها من اصحاب الادوار التانية. بنتمنى لها مزيد من التألق والنجاح في حياتها ونشوفها في اعمال كتير جيد، لانها بتختار اعمالها لانها بالفعل موهبة كوميدية جيدة جدا وخامة صالحة لمادة الكوميديا، وهي احسن من ناس كتير موجودة على الساحة. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، اختكم محتاجة دعمكم، اتمنى منكم مزيد من الدعم. اترككم في رعاية الله وامنه وامانته، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله.